خوسيه روفيرو يعلن عن مفاجأة في مذبحة رحيل النجوم الكبار عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية. لمتابعة الخبر أرجو الاشتراك في القناة. مصدر من النادي الأهلي يفجرها: خوسيه روفيرو بيكره بالفعل النجوم الكبار اللي بيحبوا يتحكموا في الفرقة وكمان بيحبوا يسيطروا عليها زي الشناوي وهاني وغيرهم من اللعيبة. تعرف على ما سيحدث من ريفيرو من أجل السيطرة على الفرقة. مصدر من النادي الأهلي قال كده بالحرف: خوسيه روفيرو معروف عنه انه شخصية قوية للغاية، على عكس توقع البعض قد يرى ان ريفيرو شخصية طيبة او شخصية عادية، ولكن في الحقيقة شخصيته شبه مانويل جوزيه. وده كان من اهم الاسباب اللي شجعت الخطيب على التعاقد معه لما عرف الكلام ده من ناس من جنوب افريقيا زي موسيماني وغيرهم من ناس تانية. ناس مثلا من اورلاند اكدوا على ان اهم ما يتميز به المدرب شخصيته، وبيكره النجوم الكبار في الفريق اللي بيتحكموا في الفريق زي مثلا اللي بيحصل من الشناوي ورامي ربيعة وعمرو السولية. هما لاعيبة كبار وبيحبوا النادي يتعامل معهم معاملة خاصة، هما اللي يقودوا الفريق مثلا. حاجات كده بتحصل ريفيرو هيرفضها تماما، وقد يحصل صدام ما بين اللاعيبة الكبار وريفيرو، زي كده لو انتم فاكرين زمان الصدام اللي حصل ما بين مانويل جوزيه وحسام غالي وقتها قبل رحيل جوزيه. جالي انا يا غالي في النادي، ولكن بعدها خلاص رحل جوزيه. وقبلها برضو كان في صدام اللي كان ما بين مانويل جوزيه واحمد حسن لما مشي من الاهلي. فريفيرو يبدو كده انه هيمنع اللعيبه الكبار دول من التحكم في الفريق.